أكلات وافتكاسات نهى. كل سنة وانتم طيبين. مبدئيا كده بعتذر عن صوتي، كان عندي برد شديد. والحمد لله اني لما حسيت بتحسن سجلت لكم الفيديو. هنا بقى هنبدأ بالمشتريات بتاعتي. انا بحب جدا المنظمات بصراحة، يعني بتساعد جدا ان المطبخ يبقى نظيف مدة طويلة. وبالذات بقى المكرونات والرز والحاجات دي دايما لازم تقع، يعني لازم تلاقيها كده بهدلة الأرفف. فدي برضو من الحاجات اللي هي بتبقى حلوة جدا وعملية جدا جدا معاكي في المطبخ. وزي ما انتوا شايفين بقى كده دي المنظم ده انا جايباه بصراحة عشان احط مثلا فيه البقوليات، لوبيا، الفاصوليا البيضاء، الحاجات دي. وهنا كان ليها يعني بفتح لكم كده ان هي بيبقى ليها زي عين صغننه كده، بتبداي تطلعي منها الكميه اللي انت عايزاها. والمنظم التاني ده للمكرونه الاسباجيتي. المنظمين التانيين دول للمكرونات بقى اللي هي القلم والخواتم الصغننه والحاجات دي. كان عاجبني جدا المنظم بتاع التوابل ده، هو اكريليك. لان انا عندي كذا حاجه، يعني مثلا عندي الصيني ده كان ممكن مع السرعه يقع يتكسر. حتى الستانلس والله بيبوظ، يعني مش حلو مع الوقت كده، مع الاستخدام وبتغسليه وكده بيصدي. فانا يعني حبيت ان انا استخدم الاكريليك ده تحت اي ظرف، ولا هيتكسر ان شاء الله ولا اي حاجه. هنا بقى المبخرة دي مبخرة ترندي قوي عجباني، اللي هي شكل الكعبة. بصوا بقى انت هتجيبي لها طبعا الفحم السريع، الإشعاع السريع بتاعه ده. معلش يا جماعة مخارج الألفاظ بايظة خالص، معلش اعذروني. آه وطبعا دي الكوبايات دي جميلة قوي، يعني الستايل الجديد ده انا كنت جايبة السنة اللي فاتت الشكل منه اللي هو مومبي كده، بومبي كده. كان حلو جدا بس طبعا اتكسر، يعني ما فضلش منه غير واحدة تقريبا. فالشكل ده بيبقى حلو قوي في العصاير، لو برضو لو حد جايلك. يعني يعني الاشكال الغريبة او المختلفة دي دايما مطلوبة. برضو الشفشق ده اللي مكتوب عليه، مش عارفة انا ليه كنت عاملة زوم، يعني انا مش عارفة انا ليه عاملة زوم كده فمتصغرة الكاميرا. طبعا ما لاحظتش كده غير في الاخر فوسعت الكادر شوية، بس طبعا كان في الاخر، فمعلش يا جماعة سامحوني. آم، انا بس هنا بحاول بقى اوسع لكم شوية. بصوا انا عايزه اقول لكم على حاجه كده سريعه، يعني هي الفكره مش فكره ان احنا بنجيب منظمات او مشتريات. انا عارفه ان الاسعار عاليه جدا جدا اليومين دول، باختصار يعني. فانت يعني ابسط شيء ممكن تعمليه حتى لو جبتي فرع نور بس عشان تفرحي بيتك وتفرحي ولادك. ما تحاوليش موضوع ان الاسعار وكده يغطي على المود بتاعك، يعني احنا كلنا في نفس المتاهه دي. بس الحمد لله طبعا على كل شيء. المهم بقى نرجع للمشتريات. شفتوا انتوا الصينيه بتاعت ايكيا دي جميله قوي؟ ده كان عندي صينيه اللي انا بوريها لكم دي، اللي هي مكتوب عليها رمضان كريم، الخشب دي كنت جايباها برضو السنه اللي فاتت. هي فيها عيب ان انت لما بتحطي عليها حاجات مثلا وتنزل شويه ميه او كده تبوظ، فانا قلت ان البلاستيك احسن. ده كان اللي بيتحط عند ارفف التلاجة، جميل قوي برضو يعني حبيته صراحه، شكله حلو، يعني هبقى اوريه لكم ان شاء الله لما افرشه. وده فرع نور. انا عندي حاجات كتير أوي، عندي الهلال وعندي، بس اول مره كنت اجيب اللي هو الشكل بتاع الفانوس ده، وكان شكله حلو قوي في الاضاءه. ده كان عامل تقريبا 45 46. وده هو يعني انت لو بتيجي تغسلي الاطباق وكده، ده بيبقى مانع بقى بتاع الحوض ده، مانع الطرطشه. لو حد يعرف هو بيتركب ازاي يقول لي، عشان حاولته وما عرفتش. يعني اكتبوا لي في الكومنتات لاني فعلا مش عارفه. نخش مع الكوبايات. انا جايبه كوبايات كتير. جايبه كوبايات للعصاير، وجايبه كوبايات للشاي والقهوه، الحاجات دي يعني. ف بص هوريكم من كل نوع انا جايباه يعني الشكل، جايبه كذا شكل يعني. ده بقى مثلا للشاي. حابه تحطي برضو فيه خشاف عادي، يعني هو مش هيقول لا. كله ماشي شغال يعني، بس برضو شكلها جديد، يعني شكلها مختلف عن معظم الكوبايات اللي دايما بتبقى منتشره. فهي شكلها جديد بصراحه. فالمهم يعني زي ما باقول لِك أهم حاجة إن أنتِ تعملي جو في البيت، يعني أنتِ مسؤولة من الموضوع ده، إن أنتِ لازم تغيّري مود البيت وتبسطيهم، لإن في ناس كده مجموعة، يعني لقيت الكلام بيقول لك لأ حالتنا النفسية مش لأ، يعني ده ما لوش علاقة بده، يعني ده الشهر ده إحنا بنستناه طول السنة. فيعني حاولوا تبسطوا البيت وولادكم بأي حاجة يعني، بأي حاجة بسيطة، مش لازم يعني حاجات كتيرة. بُصّوا أنا كده وريت لكم ال3 يعني أطقم اللي أنا جايباها من الكوبايات.
كوباية اللي هي الشوب دي، وكوبايات اللي هي القهوة والشاي. بُصّوا بقى، آآ إن دي يعني عجبتني فكرتها في إيه، هي ما تعتبرش طقطوقة طبعًا، يعني عمرِك ما هتعرفي تحطّي فيها لا شوكولاتة ولا أي حاجة، فأنا جمّعت معاها طقم، يعني وفّقت معاها طقم كده، وقُلت إن هو إن شاء الله أبقى أحُط فيه يعني الطقطوقة اللي أنتم شايفينها دي، أبقى أطحن المكسرات وأحطّها فيها. هابقى أوريكم الطقم، بس مش عارفة إيه اللي دخّل التوابل دي في النُص، بس ماشي. المنظم ده برضه أكريليك، وده عجبني أوي إن أنا أحُط هُم 3 يعني 3 أحجام، فقُلت برضه هاحُط فيه الشاي والقهوة والسُكّر، لإن أي حاجة إزاز مش عارفة ليه مش حاسّة إن هي بقت عملية بصراحة في المطبخ، لازم تُقع منِّك، لازم تُقع تتكسر. هو ده بقى الطقم اللي باقول لكم عليه، هو كان معمول عليه sale من 165 ل135. بُصّوا الطقم ده مثلًا طبعًا هتعملي فيه مهلبية قمر الدين، رُز بلبن، أي حاجة يعني. هو معاه طبق برضه بتاعه، فهو ده اللي كنت باقول لكم عايزة أوفّق معاه الطقطوقة مثلًا لمّا أبقى أحُط في الصينية، أقوم حاطة الطقطوقة دي في النُص، وبقى المكسرات. معلش يا جماعة استحملوني. فهو جميل أوي، يعني مش عارفة شكله كُلّه كده عجبني، حسّيت إن هو شكله قايم أوي، برضه قولوا لي إيه رأيكم فيه. يعني شكله مختلف، شكله جديد برضه. إحنا عندنا طقاطيق كتير اسمها إيه، سلاطين قصدي كتير، بس ده برضه يعني عشان لو عندِك ضيوف حابة يعني توجّبي معاهم بزيادة، ابقي طلّعي الطقم مثلًا بالstyle ده. التومة دي يعني أنا مش فاكرة جِبتها يعني بُصّي هو من كذا محل، وما تحاوليش برضه تركّزي في الأسعار لسبب بسيط إنِّك بتخشي المحل ده بتلاقي نفس المنتج في المحل اللي قبله، لكن ده بسعر وده بسعر. فيعني برضه الأسعار ما تاخديهاش أوي، يعني مثلًا تقولي لأ أنا شُفتها في المكان الفلاني عادي، كل واحد بيبيع بمزاجه. يا رب الفيديو يكون خفيف والمشتريات تكون عجبتكم. كل سنة وأنتم طيبين، رمضان كريم، ويا رب يجعله كده دايمًا يعود علينا كلنا بخير. كل سنة وأنتم